ايه علاقه سوره الفيل بسوره الهمزه؟ يعني في الهمزه كنا بنتكلم عن الهمزه واللمزه والذي جمع مالا وعدده، زي السوره اللي بعدها الفيل واوراها الحبشي وتدمير الكعبه والكلام ده كله. ايه علاقه السورتين دول ببعض؟ معلومه كل يوم. يلا بينا. انا عارف انك سالت نفسك السؤال ده، انا عارف، انا بقول لك انا عارف. في سورة الهمزة ربنا سبحانه وتعالى بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له ويل لكل همزة لمزة، واتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات، اللي بيغتاب الناس واللي بيتريق على اصحابه وغيره. وطبعا المقصود في الكلام ده كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان طبعا صناديد قريش زي العاص بن وائل وأمية بن خلف وغيرهم كتير كانوا بيتريقوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان طبعا بالجاه والسلطان والكلام ده كله يتريقوا ويستهزئوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك تلاقي العقاب بتاعهم في الآخرة في سورة الهمزة: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة، وهكذا لآخر الآية. ده عذابهم في الآخرة. فسبحان الله بقى تلاقي سورة الفيل بتتكلم عن عذابهم في الدنيا إذا لم يتوقفوا عن الاستهزاء والسخرية من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى بيفكرهم وبيقول لهم على فكرة أنا أهلكت أبرهة الحبش وجيشه علشان خاطر كانوا عايزين يهدموا بيت الله الحرام. فلو أنت بتفكر إنك تهدم سيدنا محمد اللي هو برضه هيتكلم عن شعائر ربنا سبحانه وتعالى وعن دين الله، هيكون مصيرك نفس مصير أبرهة الحبش وجيشه. سيجعل الله كيدكم انتوا كمان في تضليل. وطبعا إذا كان الخطاب ده لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا لأي داعية أو أي عالم بيدعو إلى دين الله سيكون مصيره نفس مصير هؤلاء، بالنار والحطمة في الآخرة وجعل كيده في تضليل في الدنيا. وهي ديت سنة ربنا سبحانه وتعالى في كونه. وبس كده، دي كانت معلومة النهاردة. لو عجبتك لايك وشير وفولو، واستنى المعلومات الجاية اللي هنتكلم فيها عن فايدة جميلة جدا في سورة الفيل. سلام.